فين يا ابني خناقه قبل الفطار بربع ساعه؟ والعصير ده ما اتكبش ليه؟ والواد ده ما اتخبطش في سن الترابيزه دماغه اتفتحت 5 غرز ليه؟ ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. اعلانات رمضان كل سنه اروع من اللي قبلها، والاعلانات الصراحه دخلت في مرحله مهمه انها بقت صناعه زي المسلسلات بالظبط، ويمكن اهم باعتبار ان احنا بقينا بنتابع اعلانات واحيانا بيجيبوا لنا في النص شويه مسلسلات. انا بس حاليا عندي مشكله واحده مع الاعلانات دي، وهي ان كلها قايمه على لمه العيله وقت الفطار. فين الواقعيه يا جماعه من الاعلانات دي؟ فين حياتنا من الاعلانات دي؟ يعني عيله قاعدين مستنيين الفطار كلهم عادي، وكلهم مبتسمين ومبسوطين وملمومين عادي. فين يا ابني خناقه قبل الفطار بربع ساعه؟ والعصير ده ما اتكبش ليه؟ والواد ده ما اتخبطش في سن الترابيزه دماغه اتفتحت 5 غرز ليه؟ وازاي اصلا مش مزنوقين في تجهيز الفطار؟ والاب ما بيتعصبش ليه؟ وبعدين خلاص كل حاجه موجوده على الفطار، مش ناسيين المعالق، مش ناسيين العيش، مش ناسيين المخلل. وفين الواد العاقل اللي ما بياكلش لا فراخ ولا بط ولا لحمه ضاني وعايز يفطر عيش وجبنه؟ فين يا جماعه الواقعيه في الاعلانات؟ انا بيبقى في مخيلتي مثلا لو دي عيله حقيقيه فبياخدوا الشوت ده وبعدين كات هايل يا جماعه قوموا دبوا في بعض. واللي لفت نظري الصراحه ان كلمات اغاني الاعلانات كلها حلوه، بتتكلم عن الذكريات والانغام واللمه الحلوه والصلح خير، ومحدش بيتكلم عن المنتج نفسه يا جماعه، ما عدا الاستاذه روبي طبعا لما قالت احنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش. اهم اعلانات كل سنه طبعا الشركات الاربعه الكبرى بتوع الاتصالات. اعلان اورنج الصراحه استاذ عمرو دياب عامل حاله حلوه مع عياله. عمرو دياب بالمناسبه عارفين في لجنه كده هي اللي ماسكه الاجيال، هي اللي بتقسم تقول لك انت جين زي وانت ميلينيوم وانت الفا. تحس استاذ عمرو دياب هو اللي ماسك اللجنه دي، هو الراجل محدش عارف هويته الحقيقيه، وبيحط نفسه في الجيل اللي يناسبه، بيحط نفسه في المكان اللي هو شايفه. يعني عمرو دياب ده اكيد اصغر مني، اكيد جيل الفا مثلا. بعدين عمرو دياب من ساعه ما طلع بينافس كل المطربين اللي طلعوا معاه واللي طلعوا بعده واللي هيطلعوا لسه، لحد تامر حسني. تامر حسني عجز وعمرو دياب لسه شباب ما شاء الله. مع ان الاعلان في الحقيقه يعني كان بايخ، والعيال تحسهم متجمعين عشان الاعلان، يعني الناس دي ما بتتقابلش بره، العيال كانت متخشبه كده ومش مبسوطه خالص. اعلان فودافون الصراحه مش حلو، هم يعني هي بس لقطه عبله كامل اللي بتحسسنا بشويه نوستالجيا، لكن هم بيقلدوا اعلانات رمضانات اللي فاتت وفشلوا في ده. الاعلان كان وحش جدا. ويا جماعه الشبكه اصلا وحشه، يعني والله اصرفوا على الشبكات شويه وفكوكم من الاعلانات هنتبسط اكتر. اعلانات الكومباوندات والعقارات، والنبي يا جماعه بلاش التيمه بتاعت كل سنه دي، بتاعت لو معاك 25 مليون جنيه مش عارف تعمل بيهم ايه، تعالى وانا اقول لك تعمل بيهم ايه. انا الصراحه الفلوس موجود، انا فعلا مشكلتي ان انا مش عارف اعمل ايه بالفلوس دي. 25 مليون جنيه اكيد مش عارف اعمل بيهم ايه. قالوا معايا الرقم ده يا جماعه مش هتفرج على اعلاناتكم اصلا. وبعدين في الاخر تقول لك تعالى بقى بال 25 مليون جنيه دي تدفع مقدمه شقه ولا مقدمه فيلا. انا الصراحه اللي فهمته من اعلانات رمضان ان انا لازم اعيش في كومباوند عشان اعيش واحب واتجوز واعرف اعيش حياتي. المهم ان بعد كم الصرف ده كله جه عصام عمر عمل اعلان ب 2 جنيه وربع كسر الدنيا. عارفين ليه يا جماعه؟ عشان شبهنا، عشان بيمثلنا، احنا الشعب اللي بيدهن فولترين قبل ما ينام. الصراحه انا ما كنتش عارف برضو الاعلان بتاعه بيتكلم عن ايه، بس كان حلو. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.